مساء الخير متابعينا الكرام، إخواني الكرام. لا زال نظام المخزن يلعب على وتر ما يسمى بالعلاقات الأخوة وعلاقات الجار. المخزن متابعينا الكرام البارح جدد دعوة الملك من أجل طبعا العدول عن قرار غلق الحدود وفتح الحدود مع الجزائر. دعوة صريحة ليس من أجل التشاور مع الجزائر كما نشرت قناة العربية وكما روج له الإعلام المغربي، أو كما يقولون بأن ملك المغرب يرمي الكرة في ملعب الجزائر، بل العكس تماما. المغرب طوت صفحة جديدة من الأيادي المسمومة التي تحاول نشرها إلى الجزائر، أياد لم نعرف حقيقتها ومن أين أتت هذه اليد. تحدث بعض المحللين على أن ما يروج له في مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن أكاذيب نشرها نظام المخزن. الشيء الغريب والشيء المريب في هذا الخطاب الملكي هو أنه يدعو الجزائر من أجل طبعا تقاسم الصحراء الغربية وإعطاء لها نظرة على المحيط الأطلسي. ملك المغرب يقول بأنه يجب أن نجدد طبعا دعوتنا وأن نطوي صفحة الخلاف وأن نعيد العلاقات كما كانت من قبل ونفتح الحدود. ووجه خطابا ليس للدولة الجزائرية بل إلى الشعب الجزائري من أجل أن ندعمه ونقف معه ونقوم ونرضى بالتطبيع طبعا، لأن غاية النظام المخزني في دعوته هذه هو محاولة التأثير على الجزائريين من أجل التطبيع. العديد من الصحفيين والعديد من الخبراء والعديد طبعا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ردوا على الطلب المغربي بالرفض تماما، حيث طبعا وتأكدنا مرة أخرى بأن يظل النظام المغربي يخاطب بخطاب مغلف بشعارات النية الحسنة والحوار الصريح واليد الممدودة، وكأن المشهد الإقليمي فاقد للذاكرة، وكأن الجزائر ستغفل عن حقيقة ما يحاك في الكواليس ضدها. لكن ما يغفله النظام في الرباط هو أن أقنعة الاعتدال لم تعد تخفي وجوه المناورات. كيف يمكن للجزائر أن تصدق دعوات صادقة عن نظام جعل من التطبيع مع الكيان سلاحا في وجه جيرانه؟ كيف تؤخذ على محمل الجد دعوة للحوار تصدر من دولة ما زالت تحتل أراضٍ لا تخصها وتصر على تحدي القانون الدولي في الصحراء الغربية وتمارس التضليل السياسي والدبلوماسي في كل المحافل؟ الخطاب المغربي لم يخرج عن المألوف، كلمات معسولة لتبييض صفحة خارجية ملطخة وتكرار دعائي موجه للعواصم الغربية لا للرباط ولا للجزائر. المغرب لا يسعى للحوار بل يسعى للتسويق نفسه كشريك معتدل في كل معادلات إقليمية تخدم مصالحه الضيقة حتى ولو على حساب جيرانه وسيادة شعوب المنطقة. لن تنطلي لعبة الغزل الإعلامي على الجزائر التي دفعت ثمن الاستقلال غاليا وتعرف تماما الفرق بين الجار المخلص والجار المتورط في دسائس التجزئة وتغذية الانقسامات وترويج الأكاذيب في كل منبر. الجزائر لا ترد على النوايا بل على الأفعال، ومن يريد حقا تجاوز الخلاف فليبدأ بالانسحاب من رمال الصحراء المغتصبة وليراجع تحالفاته مع الكيان الصوص.